السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتوا عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. اتأخرنا عليكم معلش عشان احنا كنا تعبانين، ودينا وزيزو كانوا تعبانين شوية، وجينا لكم النهاردة بقى ايه، نقول لكم على الاسعار. احنا الخضار ولع، الفراخ واللحمة ولعت، احنا كل اللي احنا جبناه الشهر ده فاكهة. هنيجي بقى مع بعضنا نشوف جبنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الاستفندي ده يا جماعة، الاستفندي ده حلو قوي. انا مش عارفه اسمه، عريشي تقريبا. ده التلاتة كيلو، التلاتة كيلو ب20. تمام، نحط مع بعض هنا. بصوا احنا بقاله كام يوم في الشنط لحد ما كان هيبوظ. بصوا في واحدة باظت. الأسعار كلها مولعة يا جماعة، معرفش فيه ايه، ربنا يرحمنا برحمته. الحاجة الوحيدة اللي رخيصة هي الفاكهة. الفاكهة اللي ممكن تبقى تلاقي كيلو ونص ب10. أما اللحمة الفراخ ب55 جنيه. أنا معرفش ليه، ربنا يرحمنا برحمته. بصوا تحسوا إن كان هيبوظ، لأني والله أنا لسه جايباهم يعني أول امبارح. بصوا الحبة دول تحس إنه إيه. ومعانا الاستفندي ده. الاستفندي ده جميل قوي يا جماعة برضه. ده ب7.5. احنا جبنا فاكهة بدل ما نجيب لحمة وفراخ. حلو قوي رضا. بصوا جبنا كده ايه تاني. ده بواقي التفاح، انا عيالي ما شاء الله بيحبوا التفاح جدا. ومعانا هنا برتقان. البرتقان اللي ما شاء الله ما حصلوش حاجة ولا تفاح. هو الاستفندي تحس ان فيه شوية. البرتقان ده ب8، بس ما شاء الله حلو. والتفاح يا جماعة اللي راح في داهية، التفاح ده الكيلو ب35 جنيه. أنا جايبة ال2 كيلو من الراجل بإيه، ب70 جنيه بالعافية. يعني كان عايز أغلى. ومعانا هنا بواقي موز. كنت جايبة 4 كيلو موز. كنت جايبة 4 موز الموز حلو ب12.5. يعني الحاجة الوحيدة اللي رخيصة. جايبة هنا بقى الفراولة. اليومين دول يا جماعة تحفة. بصوا جايبة الفراولة ب10 جنيه. هاتي حبة وارميهم في الديب فريزر، هيبقوا معاكي بصوا بالسنة. هتعمل معاكي السنة، يعني هيقعدوا بالسنة. تيجي تطلعي منها تبقي عايزة تعملي مربى، تعملي منها أي حاجة. هنشيل الحاجة دي وهنعمل مع بعضينا بإذن الله أم علي. بصوا يا جماعة معانا هنا 2 كيلو لبن. 2 كيلو لبن بس يكون لبن يعني دسم جاموسي، لبن جاموسي بس يكون دسمه حلو. ده الكيلو اللبن ب20. هناخد معانا كيس، هنحطه في اللبانة كده وهنركنه. تمام، هنشوف هنعمل ايه. معانا كيلو. معانا رقاق هنا. بصوا ده رقاق، بحط عليه سمنه بدخله الفرن. تمام. ومعانا هنا فخار حسب العدد اللي انت عايزه تعمليه. عايزه تعملي بقى 1 2 حسب الايه، العدد اللي انت عايزه تعمليه. ومعانا فانيليا. ومعانا هنا قشطه. تمام. القشطه دي بنحطها في اخر حاجه. هنا هنجيب الرقاق. الرقاق محطوط بقى عليه سمنه، يعني مش هنحط له ايه، مش هنحط له سمنه تاني.
عبينا الاطباق دي كلها، قصدي الفخار. شفتي الفانيليا دي؟ هنحط الكل فخار كيس. الكيس مش كتير ولا حاجه، هو الكيس اصلا صغير قوي جدا كده. هنحطه للكل، دول هيطلعوا 6 بأمر الله. وهنحط سكر حسب الرغبة، يعني أنا مثلا هعمل لكل حاجة هنحط واحدة كبيرة أو واحدة ونص. تمام. هنحط هنا قشطة، معلقة قشطة لكل طاجن. هو اللبن أصلا فيه قشطة، أنا ما غليتش اللبن، سايباه بقشطته. تمام. معانا بقى اللبن هنا هناخد كيلو. هنملى الطاجن لبن، لان لسه هيشرب الطاجن الرقاق هيشرب اللبن. يعني انا مش هدخله الفرن دلوقتي، هسيبه لحد شويه لما يشرب من اللبن كده. بصوا هناخد الكيلو التاني، لان الكيلو الاولاني مكفاش، هناخد منه للفخار ده. بصي حاولي ان انتي تخلي اللبن مش مغلي، هيديكي طعم احلى. هنقلبه كده، بس مش بنحطه في الفرن دلوقتي، بتسيبيه يشرب شويه، الرقاق يشرب من اللبن، لان احنا هنحط له لبن تاني، هو هياخد ال2 كيلو كلهم. لان بصي احنا الكيلو فاضل منه شويه، حبه صغيرين هياخدهم. بس الصراحه بتيجي تجيبي الطاجن ده من بره ما بيبقاش لبن وقشطه كده ومظبوط كده، بتجيبيه بحوالي 20-30 جنيه من بره او اكتر بقى في الغلو اللي احنا فيها. معانا صينيه بقى ناشفه، هنحط فيها الفخارات بتاعتنا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهندخلها الفرن مع بعضين. تحسي ان الصينيه مش واخده كله. هندخلهم الفرن لما نطلعه هوريهولكوا بامر الله. هنا غسلنا بقى الفراوله اللي معانا، دولت 4 كيلو فراوله. بصوا يا جماعه، امبارح واحنا بشتري الفراوله دي لقيتها عند ناس كاتبين عليها 20 جنيه، وناس 15، وناس 12 ونص، وناس 10. انا دي كنت جايباها، اللهم صل على سيدنا محمد، ب 12 ونص، لاني بعد ما مشيت لقيت ب 10. ايوه ب 12 ونص، لان الاربعه ب 50. تمام. انا كده كده هجيبها وهعمل بيها المربى. انا عملت المربى معاكم قبل كده، بس بحطها تاني علشان اللي عايز الطريقه. بتحط لها 4 كيلو، ال4 كيلو سكر بتحط لها كيلو سكر، وحطي فانيليا باكت 2-3 حسب ما انت عايزه، ومش بتحط لها ولا نقطه ميه، هي هتنزل ميه حالا. تمام. هنحطها على النار عقبال ما تطلع ام علي معانا باذن الله. كده طلعنا ام علي، ده شكلها النهائي.
بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، طريه قد ايه. هتعجبكم الطريقه دي، اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم بامر الله. وهنا ننتهي فيديونا ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.